السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نهضروا على الضجة اللي وقعت على اللاعب الكبير حمد الله، عبد الرزاق حمد الله المغربي. اللاعب اللي هو كنعرفوه كان مقاتل، هداف مقاتل في الاتحاد السعودي. خرج واحد الصحفي، ما عرفتش انا هذا الصحفي واش واكل شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا كل واقيلا فاطر بخبيزه، ولا مغدب الدواره كما تنقولوا هنا بالكرعين. طلعت ليه المرقه لراسو. سيد والتعنت اللي فيه، الناس كاع هذوك المحللين اللي كاينين في البلاطو ديال التحليل كلهم كيشيدوا بالخدمات ديال اللاعب الكبير عبد الرزاق حمد الله، وتيقولوا ليه بانه هو الهداف حاليا، هو اللي كيعتق الفريق، هو اللي كيسجل الاهداف الحاسمه. رغم ذلك السيد شاد في كلمته والتعنت، وتيقول لك بانه لازم حمد الله يمشي من الاتحاد السعودي، رغم انه هو الهداف الان، هداف البطوله وهداف الفريق. الكره حمد الله يسجل. لا تقول لي خايف انه يضيع، لا تقول لي مو بنزيما، مو اللاعب الكبير اللي خاف انها تضيع، هو ممكن يشوت بلنتيان وثلاث. ما في حد ما يخاف. لا مو شخصيا. لا انا لما اعرف انه انا مثلا مو هو يومي، انا جتني الان جتني ضربه جزاء ما يوم، يعني هو عارف انه هو اليوم مو في يومه. أيوة. اعطى الكره لبنزيما، اعطى الكره لحمد الله. حمد الله سجل بشكل جميل، متخصص. الهدف الثاني مجهود جبار من بنزيما، مجهود كامل. نعم. يعني بقي يقول له سجل، يعني بقي يقول له يعني ما في لاعب في هذا المكان ما حيسجل الكره دي. انت بشخصا لا، اللاعب هو الوحيد اللي فاضل. لا انت لما تقول ما بقى الا يقول له سجل، يمسك رجله يقول له يعني مو صحيح يا اخي. هذا بالنسبه للكورتين. خلينا نتكلم عن جانب بنزيما. انا ما زلت مصر انه في الفتره الصيفيه حمد الله، رومارينهو، جوتا، قروهي لازم يمشوا. طيب خليني في المباراه، خلي الصيفيه للصيفيه بما فيهم حمد الله اولهم يمشي. بنزيما في شيء غريب في بنزيما ما هو طبيعي. مو هذا افضل لاعب في العالم اللي احنا جايبينه الموسم الماضي يعني ما نقول 4 سنوات او 5، ما كمل حتى سنه. افضل لاعب في العالم، واول مباراه لعبها مع الاتحاد، اول مباراه جاب هدف اللي في البطوله العربيه اللي من الجنب، عارف مكان الجول، عارف مكان الخشبات الثلاثه، لاعب لا غبار عليه. لا حبتك عيني، ما ابغى ادخل في السالفه دي. على العموم تبي تبحث الحين وش صاير في بنزيما، لازم، وتبي تمشي حمد الله اللي جايب لك 3 اهداف. ايوه في الفتره الصيفيه لازم يمشي حمد الله واسوي فريق، ابني الفريق على بنزيما. ممتاز. شوف انا ما عندي مشكله انك تقول راي، لكن حمد الله ما عندي مشكله انك تقول راي، بس اليوم لا هذه طال عمرك. لا شكرا. يوم سروا الناس وقضوا، توك تقول الحين لاعب كبير وممتاز، لاعب كويس، قبل شوي تقول انه اعطاه اياه يقول له يلا سجل. والله اي لاعب يسجل الكره، انا لو في اي لاعب مو واقف مكان حمد الله. وحس انت الان لما تجي للمهاجم ابرز شيء عنده احساسه بالكره، وين موقعها، وين بتكون موجوده. هذا ما هو كل واحد. انت شفت المباراه كامله، شايفها وشايف حمد الله وش سوى. ايش يسوى؟ اعطيني ايش سوى في المباراه. سجل هدفين يا خالد. لا يا اخي لا ما اتكلم الهدفين هم عملها معامله كروت. انا اتكلم في مجريات المباراه. اذا مهاجم سجل لك هدفين، انت ايش تبغى من اكثر من كذا؟ لا يا اخي قلنا شكرا على الهدفين. انا اتكلم انت ايش تبغى من المهاجم؟ انت تبغى من المهاجم يدافع؟ لا انا ابغى هدفين، يمسك الوسط، ابغى اشوف اهداف زي اللي قاعد يسجلها الهلال، ابغى اشوف اهداف اللي قاعد يسجلها النصر، ما ابغى اشوف اهداف. يا اخي عجيب صراحه. وقال لك لازم يمشي ولازم يبقى اللاعب بنزيما، لانه اللاعب بنزيما احنا جبناه كلاعب احسن لاعب في العالم، وخا ما عطاش مزيان وعنده مشاكل، وربما المستوى ديالو نازل نوعا ما. لازم نبنيو الفريق على اللاعب بنزيما وليس على حمد الله. ما عرفتش انا هذا الصحفي هذا واش عنده شي مشكل مع المغرب، ولا لانه كينتمي للمنتخب الوطني المغربي، ولا عنده شي خلفيه، الله اعلم. اللاعب حمد الله هداف الفريق ويلعب بشكل جيد، اذا لم يسجل على الاقل يصنع اهداف، يعني لاعب كيعطي الكثير للفريق. لكن الشخص السعودي مصر على رحيل حمد الله وبقاء بنزيما رغم ادائه المتواضع والغريب في الامر، انه جميع المحللين الاخرين يشيدون بحمد الله. الاخ السعودي يطبق عليه المثل المغربي الذي يقول طارت معزه نزلت معزه. يبدو انه من المحللين الى انه ربما عنده شي خلفيه ما
لذلك واش انت كتشوف المصلحه ديال الفريق؟ صحفي واحد اخر قال لك ما عندوش الالتزامات وما كيحضرش يعني التدريب وما الى ذلك. لا اللاعب موهبه وكويس، بس المشكله بعض الاشياء صعب تجي بمذله، يعني كانه اللاعب يلعب ببلاش. اللاعب ياخذ مبالغ جدا متميزه، فعلى الاقل اذا ما قدرت تعطي انضبط، يعني ما يصير انك امام الراي العام توريهم انك انت تسوي اللي تبي. دافعوا عنه، كان يغيب وكان يدافعون عنه، مستواه انخفض ودعموه. البصمه حقت التدريب، التقرير الرسمي طالع ان الرجل ما يبصم، يعني النصراويين سووا كل شيء. اعتقد انه جمهور النصر كاملا قدموا لحمد الله كل الاحترام والتقدير والدفاع، لكن مع الاسف انا مو شايف الطرف الاخر يقابل هذا. يلتزمش وما كيحضرش التدريب وعنده مشاكل. حنا كنشوفوا اللاعب يعني كيدردق وسط التيران، حنا كما كنشوفوا اللياقه البدنيه ما شاء الله رائعه، وكيسجل الاهداف، هو الهداف ديال الفريق وكيعتق الفريق ملي كيحتاجوا الفريق تيكون هو في الوقت المناسب. انا ما كيهمناش هذا الشيء واش كيجي ولا ما كيجيش، كما كتقول انت يا عما راه ما يمكنش. غادي يبان في اللياقه ديالو، غادي يبان في يعني الاستعداد ديالو والنشاط ديالو داخل ارضيه الملعب. المهم حنا عندنا شنو الهدف ديالنا في اللاعب، هو انه عندما يدخل الى ارضيه الملعب يعطي اضافه الفريق ويسجل اهداف، ان لم يسجل يصنع. المهم هذا الشيء كامل، هاد المواصفات هذو كنشوفوهم في اللاعب حمد الله. بينما بنزيما حنا تنقولوا بانه بنزيما لاعب كبير وعنده يعني الاكسبيريونس مع ريال مدريد ومع المنتخب الفرنسي، حنا ما كنكروش هذا الشيء، الا انه راه ماشي كيبقى لك واحد اللعاب، كيبقى لك اللعاب يعني ديما في واحد المستوى، جبتيه في واحد المستوى يعني المستوى ديالو نزل. ما يمكنش حنا غادي نلعبوا بالسميه ديال بنزيما، حنا خاصنا الاداء ديال بنزيما. اما الاسم هذاك خليها الاشهارات باش تصور به ترزق به الله في الفريق، ماشي في ارضيه الميدان. ارضيه الميدان كتبغي اشنو عندك، ما كيهمنيش الاسم ديالك شكون انت، كاين اللي كيهمني هو الاداء ديالك. عندك شي اضافات في الفريق، عندك كتسجل اهداف، الفريق يعني كيلقاك الفريق في الشده. هذا هو المراد في اللاعب، ماشي حنا انت كمحلل كتقول لي بانه بنزيما حنا جبناه كاحسن لاعب وصافي غيبقى في الفريق وهو الكابيتان، يعني دابا حاليا هو الكابيتان عا بالاسم ديالو. لا، الكابيتان كيكون بالاداء وقوه الشخصيه ديال اللاعب. يعني صراحه كما كنشوف انا هو حمد الله هو اللي المستحق حق لاشاره قياده الاتحاد السعودي لكره القدم. الا كنتي انت كانسان كتفهم في كره القدم راه خصهاش هاد المسائل تاثر عليك، كتاثر في المسائل التسويقيه للفريق. يعني الا باغي دير اشهار ولا تبيع لي توني ولا غتبيع لي يعني البروداكتس ديال الفريق، هاد الامور متفق معك. يعني الاسم ديال بنزيما كبر من حمد الله، لكن في الارضيه الملعب حمد الله اكبر من بنزيما بالاداء ديالو وبالاهداف ديالو اللي كنشاهدوها وباعتراف الجماهير. الدوري لنا شفت كيف النصر فرط بحمد الله، الساطي ما يتفرط فيه، هذا ساطي ما يتفرط فيه. سابوا ليه؟ شوف سابوا ليه تسيبوا؟ انت تسيبوا ليش؟ ما نبغى بنزيما دام عندنا الساطي ما يحتاج بنزيما. يا رجل عندنا الساطي هو هداف الدوري دحين، ايش تبغى اكثر؟ هداف الدوري. عندك رونالدو في الدوري هو هداف عليه، رونالدو في الدوري رونالدو يقارنون ميسي هداف عليه. والله ساطي والله ساطي هداف الدوري والله ساطي. تقولوا لك يعني الجماهير كيعترض القرارات ديالكم، تقول لكم بانه لاعب حمد الله يعني الهداف ديال الفريق يعني تيعطي كل ما بوسعه للصعود بالفريق من والى الاحسن. لذلك كنشوفوا الجماهير تقول لك حنا مالنا، علاش شنو خاص هذا الشيء اللي كنقلبوا عليه. يعني اي فريق هذا هو اللي تيقلب عليه اي فريق في العالم، الاداء الجيد وتكون هداف يعني من الطراز الرفيع كحمد الله، اللياقه البدنيه ما شاء الله كما كنلاحظوا. لكن بعض المتملقين ان صح التعبير، بعض السخافه ليسوا بصحافه، ما عرفت واش التكبر ولا التعنت ولا العنصريه ولا ما عرفتش. كما تنقولوا ديما حنا العرب فينا العنصريه، يعني ما كنبغيوش الخير لبعضياتنا مع الاسف الشديد. الى هذا الحد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.